ازيكم؟ اهلا بكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. النهارده معانا ريفيو عن حاجه كده لطيفه عجبتني قوي بصراحه. الريفيو مش عن المنتج قد ما عن الفكره يعني. ريفيو عن ريفولي. ريفولي اللي هي شركه او الماركه بتاعه الصابون العادي والصابون اللي هو الشاور والقصه دي. مش عارفه بيعملوا شامبوهات والحاجات دي ولا لا، مش عارفه بصراحه. بس هو اكتر حاجه يعني الصابون. طيب، عجبني ان انا لقيت شاور في اكياس او باكيتات كده صغيره. انا عمري ما شفت شاور بيتباع كده خالص خالص خالص. على طول بيبقى في ازايز بتبقى كبيره. انا بزهق من يعني انا من الناس بزهق بسرعه قوي من الروايح، بتخنق يعني. اللي هو جبت ازازه بتقعد معايا كتير فبزهق، بالذات الشاور يعني من الحاجات اللي بتقعد قوي. المهم، فزهقت بصراحه يعني بزهق. فقعدت فتره مش بجيب اصلا شاور. وبعدين لقيت الاكياس فجربتهم. عجبتني ليه بقى؟ هقول لكم. لان انا كده الكيس مش بيقعد كتير. يعني ايه؟ ده مش معناه ان الكيس مش على فكره الكيس موفر يعني. عايزين هنيجي لنقطه التوفير دلوقتي، بس انا بتكلم في فكره ايه؟ ان الحاجه اللي بتضايقني انا اتعالجت. اللي هو الكيس مش هيقعد كتير، فانا مش هزهق من الريحه. فاللي هو هغير بسرعه. عندي كذا ريحه كذا اوبشن قدامي. هم يعني عندهم كذا حاجه. بصوا، عندهم 5 حاجات. فاللي هو انا هغير كل شويه فمش هزهق، فالدنيا لطيفه. غير ان هو حلو بصراحه. موفر بقى ان الكيس ده بيقعد شويه. وبعدين ده بجنيه. انتوا متخيلين في حاجه لسه بجنيه اصلا؟ ما علينا عشان ما نغلوه ولا حاجه. فالكيس ده بجنيه. هو نص الكيس تقريبا يعني اهو. تمام. ف بنستخدم منه شويه. انتوا عارفين الشاور بيعمل رغوه رهيبه يعني. بنست- فبنستخدم منه شويه، واللي هو خلاص يعني قضى الغرض. فالدنيا بتبقى لطيفه يعني. طبعا زي ما قلت لكم في كذا اوبشن كتير. انا جربت ده حلو، وده عجبني اكتر. اللي هو بالصندل، خشب الصندل والاوركيد الاسود. طبعا الروايح حسب الذوق، فكل واحد يشوف اللي هو حسب ذوقه. انت ممكن تجيبي اصلا ال5 انواع وتجربي بقى. شوفي انت اكتر حاجه عجباكي ايه، وتجيبي الازازه مثلا لو انت مش بتزهقي من الروايح زيي. بس انا بزهق جدا بصراحه والله. عشان كده بحب اغير دايما دايما، بحب اغير. وتخيلوا بقى حاجه تانية برضو رخمه قوي في موضوع الشاور ده. هحكي لكم مأساتي يعني. ان مثلا جبنا ازازه بنجرب بقى ريحه جديده وبتاع، ونجرب وطلعت وحشه. ده حصل معايا. ولو انا اتدبست في الازازه دي كلها يعني هستخدم حاجه ريحتها انا مش عايزاها. ويعني هتقعد معايا كتير ان هو بيقعد. فالموضوع سخيف. انما هنا احنا بالكيس صغير كده لطيف. بجرب الريحه عجبتني تمام، ما عجبتنيش او هيخلص بسرعه ومش هتضايق. يعني ايه العواقب مش تبقى وخيمه يعني. بس خصوصا ان هو بيبقى متبرشم ومقفول. فلو ما ينفعش افتح واشم فاهمين؟ قليل قوي لما بتبقى الشركات المنتج بتاعها يعني مفتوح وينفع ان انا اشمه يعني، بالذات في الحاجات دي. فانا حبيت الموضوع بصراحه وعجبتني الفكره. يعني عجبتني الفكره اكتر من المنتج نفسه. الفكره عجبتني لان انا اصلا عمري ما استخدمت ريفولي في حاجه، ولا في صابون ولا في شاور. فهو كشاور حلو يعني. انا ما بحسش اصلا في فرق في الشاور صراحه يعني من اي منتج. ما حسيتش بفرق في حاجه يعني. بس المهم يعني ان عجبني قوي بصراحه. يعني الفكره لذيذه وعجبتني وحبيتها. فقلت ان انا ايه اقول لكم عليها. في ليكوا باقي بقى مش عارفين تاخدوا بيه ايه او خدوا بيه ده. مش عارفه يعني هينفع. فجربوه. هو بس اشوفكم على خير ان شاء الله الريفيو الجاي. بس بليز اعملوا له اللي بيعملوا الفيديو ده لايك وشير عشان كل الناس تستفيد. وكمان لو ما يشوفني يعملوا سبسكرايب. وشكرا جدا ومتشكره للناس اللي بتعمل سبسكرايب. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.